شايفه الجمال؟ ادي اللون بتاع العصير بتاعي. شايفين المنظر يا جماعه؟ ادي اللون بتاع العصير بتاعي اللي انت المفروض، بصوا يا جماعه، المفروض ده ما يتمنعش من عندنا طول السنه زي ما انت شايفه كده. بص المنظر اهو، حاجه جميله، حاجه جميله في منتهى الروعه، في منتهى الروعه. اهلا بكم حبايبي، حبايب قناه توفير وعاده تدوير، فيديو جديد ولقاء جديد. يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم على الكل، ويا رب يتموا علينا بالخير واليمن والبركات. النهارده هعمل لك وصفه جميله جدا من الرمان. الحقي اعمليها قبل ما الرمان يخلص. انا شايفه ان هو بدا يبقى قليل قوي في السوق، وطبعا ده الموسم بتاعه خلاص، يا دوبك على انه يمشي. هنعمل مركزات من العصاير بتاعت، هنبدأ بالرمان، وهنعمل منها حاجة جميلة جدا، وهعزز لك الرمان بحاجة هتشوفيها معايا دلوقتي وانا بحطها له. الإضافة اللي انا هعملها دي هتخلي الرمان يروح في منطقة تانية خالص ونستفيد منه. طبعا كلنا عارفين ان احنا معظمنا كمصريين الانيميا عندنا واخدة حقها كويس قوي. يلا بقى نشوف هنعمل العصاير دي ازاي. استغليها في رمضان وغير رمضان كمان، والحقي جهزي والحقي خزني قبل ما الرمان يخلص. يلا نشوف هنعمل ايه. هبتدي اخد الرمان كده وابتدي اشقه، وطبعا احنا غاسلينه ومنضفينه علشان برضو احنا بنشتغل يعني بيه. هبتدي اخد هاخد الرمانه كده وابتدي اشقها، وابتدي بقى ان انا افصصه. وطبعا في طريقه جميله قوي للتفصيص هتشوفوها معايا دلوقتي، حلوه قوي قوي بصراحه طريقه التفصيص. وان هي بتجيبي اجيب كده ده الادوم ده ولا الشاكوش بتاع اللحمه. هبتدي اعمل بيه كده. بصوا يا جماعه، هوسع بس لنفسي سكه، وهعمل هنا حاجه غويطه، وتبتدي تعملي عليه كده. الاول بتفتحها سنه. بصوا مجرد ما اخبط عليها كده اهي ينزل كل الرمان. شايفين الطريقه واضحه يا جماعه؟ بصوا كميه كبيره جدا نزلت مجرد ما انا خبطت كده عليها. وبعد ما اعمل كده ابتدي انزل الباقي. بصي مجرد ما خبطت عليها عملت الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده كده. بس الباقي اهو، بصوا مجرد ما انا خبطت عليها كده يطلع منها كميه الرمان زي ما انتم شايفين. طريقه حلوه قوي، خدي بالك بس اعملي من الحته دي، ما تعمليش من هنا اهو. بصوا عشان بس القشر احنا بنحتاجه اهو، ويفضل القشر ما يبقاش معضعض كده ولا حاجه اهو. بصي يعني بتبقى فيها حاجه بسيطه كده، انت تقومي مطلعاها بايدك تخلصي الكميه كده اهو. بصي اسهل طريقه، يعني في ناس بيقول لك احنا ما بنعرفش نقعد نعمل الرمان. لا خدوا بالكم اهو. بصوا بعمل كده، هفصص بقى انا الكميه دي كلها وهجيلك بعد ما اخلص ونشوف الخطوه الثانيه هنعمل فيها ايه. شايفين الكميه مجرد ما انا خبطت بس عليها كده زي ما انت شايفه كده. جانب اخر بقى انا كده هنا بدات اولع على كميه من الميه، واول ما تسخن بدات احط لها البنجر. انا يا دوبك بس شطفته، غسلته. خدي بالك ولا تقشريه ولا تعملي فيه اي حاجه، علشان انت لو قشرت كل اللون وكل حاجه هتنزل في التقطيع والتقشير. لا، انا الاول هسلقه، وبعد ما اسلقه سلقه صغننه كده ابتدي بعد كده اقشره علشان ما تنزلش اي فايده منه ولا ينزل اي حاجه منه في الميه. لكن لما ابتدي اسلقه، يعني انت مش هتسلقي سلق، لا انت بس عشان لما تيجي بقى تستخدميه مع الرمان يبقى جميل ويبقى بيتقطع هو كويس. احنا مش هنسلق يعني لدرجه ان هو هيخسر مننا ولا حاجه. بعد ما يتسلق هنطلعه ونقطعه ونقشره ونجهزه عشان نضيفه على الرمان. طبعا احنا زي ما بنقول بنعزز بيه الرمان علشان اللون وعلشان القيمه الغذائيه. طبعا هما الاثنين يدوكوا قيمه غذائيه عاليه جدا زي ما انت شايفه كده. ان طبعا البنجر ده اصلا بيتوصف للي عنده انيميا يعني. اللي انا جايباه بعد بقى ما انقي كل اللي انتوا شايفينه ده كده، لاي حته بيضه كده ولا حاجه اشيلها، ابتدي انزل عليه بكميه من السكر واركنه شويه لحد ما اخلص بقيه الكميه اللي عندي. دلوقتي انا عملت كميه اهو زي ما انتوا شايفين، وهكمل الكميه الباقيه برده لسه دلوقتي تاني. هنزل عليهم بكميه من السكر زي ما انتوا شايفين كده، واقلبهم واسيبهم بكميه السكر دي لحد ما اخلص بقيه الرمان بتاعي اهو. بصوا اهو كده هتقلبي كده، عشان طبعا انتوا عارفين ان الرمان ليه مزازه يعني. فانت هتقلبي كده، انت كده هتحطي سكر معاه وانت بتعملي العصير. فاحنا هنا زي ما قلنا هنشيل الحتت البيضه دي كلها كل ما تقابلني، ونزلت عليه بشويه من السكر. دي تكه حلوه قوي برده، خدي بالك منها.
على جانب اخر بقى تعالوا بينا نروح نطلع دلوقتي ايه نروح نطلع البنجر. هنا كده انا قفلت على البنجر بتاعي، وزي ما احنا قلنا احنا هنسيبه بتاع 5 دقايق اكتر، يعني يا 5 دقايق يا 7 دقايق كده، ما تسيبوش اكتر من كده، وتطلعيه يستهدى كده بس شويه. وبعد ما تطلعيه ويستهدى شويه نبدا بقى نقشره ونقطعه اهو. بصوا نطلع ما تسيبوهوش كتير، يعني ايه، بحيث بس ان انت لما تيجي تقطع معاكي يبقى طري وجميل. لان ده لو اتضرب مع الرمان وهو لسه كده فريش كده جامد، هتبص تلاقي الالياف بتاعته هتضايقك في العصير. لكن انا بفضل حته ان احنا ايه نعصر دي، علشان لما تيجي تشتغلي بيه يبقى ايه، يبقى طري معاكي كده. بصوا بصوا طريه معايا كده، عشان بس السخونيه. بدأت بقى ان انا اقلب بقية الكمية بقى كلها كده اهو هنا. وبرده هبتدي احط عليهم ايه، احط عليهم سكر واركنهم شوية لحد ما اشوف الخطوة اللي بعد كده. تمام. برده هنا بكمل بحط عليها كمية سكر تاني زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا احنا عايزينه مسكر، مش عايزينه دبس رمان، احنا عايزينه مركزات يعني. بصوا هو في منه الغامق وفي منه الفاتح اهو، ما شاء الله على بعضه. شايفين كميه جميله قوي. الكميه دي مثلا انا مطلعاها من 5 كيلو، بس في يعني بصراحه في كلنا منه يعني اهو نفسه. خلاص انا دول قلبتهم كده زي ما انت شايفه، وابتدي دلوقتي اشتغل في البنجر. خلاص كده البنجر سقع والحمد لله. ابتدي بقى ان انا اقطعه، هقشر واقطع عشان انا عايزه ان ايه استغله. بصوا يا جماعه لما ان انت تروحي تعملي السلقه دي، بصوا بصوا بتطلع معاكي بسهوله ازاي. وبعدين بعد ما اقشر كده كل الكميه هروح اقطعها وابتدي احطها على ايه، على الرمان بتاعي اهو. بصوا هقشر بقى انا كل الكميه بتاعه البنجر زي ما انت شايفاني بقشر كده، بتطلع بمنتهى السهوله. قطعيه بقى كده بعد ما تخلصيه، هتقطعيه مكعبات كده زي ما انت شايفه اهو، وتبداي تحطيه على الايه، على الرمان بتاعك اهو. بقطع كده وابتدي احطه على الرمان هنا. هبتدي احط على الرمان، اقطع طبعا الكميه كلها قطع صغيره. كل ده هيخش الخلاط يعني ايه، يعني انتوا شايفين الكميه دي كلها، كل ده داخل الخلاط زي ما احنا قلنا. دي معززات للرمان عشان اللون طبعا، ان هو لو احنا عملناه لوحده هيطلع اللون فاتح. بخلص كميه اخلص كميه البنجر كلها وهجيلكم. خلصت كده كمية من البنجر، وكنت انا مقلبة على الرمان قبل كده، وهبتدي انزل بيهم كده كلهم زي ما انتم شايفين، وهقلبهم مع بعض بحيث ان كل حطة في الخلاط تبقى فيها بنجر. خدوا بالكم ده بيطلع بمنتهى السهولة. هروح اغسل ايدي دلوقتي واجيلك، وابتدي بقى ان انا ايه اشتغل بقى في الخلاط زي ما احنا قلنا. يا ريت تركينيه شويه من ربع لنص ساعه بالسكر الجميل بتاعه ده، علشان يديكي ايه الطعم الجميل. لان انت دلوقتي عايزه مركزات لعصاير رمضان، يعني انت بتبقي ايه عايزه عصير حلو، مش عايزاه ولا مزز ولا حاجه. خلاص كده يا جماعه انا هبتدي بقى دلوقتي ايه، هنروح نخلص كل الدنيا وهنيجي بقى نشتغل في الخلاط باذن الله دلوقتي. بعد ما خلصنا كل الاعداد زي ما انتم شايفين كده، ده المنظر اهو بتاعنا. وابتدي بقى ان انا اشتغل على الخلاط كمان شويه. بصي اللون بس في الخلاط قبل ما انا ابتدي ان انا اعمله. بصوا اللون بس في الخلاط عامل ازاي. انا شلت كده عشان اوريكي، شايفه اللون في الخلاط عامل ازاي قبل ما نبتدي نضربه. فانا بقول لك بقى عشان ما ازعجكوش بصوت الخلاط، هبتدي اخد بقى الكميه كلها كده واخلص الدنيا دي كلها، وبعد ما نبقى كلها عصير هجيلك اكون خلصت كل حاجه. يلا بينا. شايفه اللون قبل ما اصفي، اجيب لك كده الخلاط. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، شايفين منظر اللون عامل ازاي قبل ما اصفي. هبتدي بقى ان انا اصفيه في البوله زي ما احنا قلنا اهو. انا بس حبيت ان انا اوريكي مره تانية واقول لك اهميه وضع البنجر على الرمان. يعني بصراحه فكره جميله. وبعدين ما بعدناش كتير لان الاتنين فيهم نفس المحتوى، خدوا بالكم. يعني فيهم واحد يزيد عن الاخر مثلا ببعض الفيتامينات الاخرى، ولكن الاتنين بيحتووا على الايه مكونات الحديد. ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للاطفال الكبار، بالنسبه لنا كلنا. بجمع بقى كميه العصير كلها كده ان شاء الله.
وابتدي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده، اللي هي ازاي بقى هنبتدي نحفظ، وايه اللي هنعمله عشان يقعد عندنا في الفريزر، وتطلعيه في رمضان هتلاقيه بنفس الكيفية بنفس الشكل. بصوا بوريكي برضو تاني، انا مش عايزة بس ان انا اشيل المصفى عشان هي لسه ما زالت بتنزل. كل الكمية دي هنخلصها خالص، مش هنرمي اي حاجة، هسندها بس على بقية الرمان واقولك وهوريكي بالكوباية. بصوا المنظر عامل ازاي، شايفة الجمال؟ ادي اللون بتاع العصير بتاعي، شايفين المنظر يا جماعة؟ ادي اللون بتاع العصير بتاعي اللي انت المفروض، بصوا يا جماعة، المفروض ده ما يتمنعش من عندنا طول السنة زي ما انت شايفة كده. بصوا المنظر اهو، حاجة جميلة، حاجة جميلة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. بخلص الكمية ونيجي بقى مع بعض علشان نشوف هنعمل ايه بعد ما نخلصها. طبعا الكمية عاملة لي بولة كبيرة، انا فضيتها فضيتها في الكزرونة الكبيرة دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، فضيتها في الكزرونة دي، وبعدين هبتدي ان انا اعمل برضو الكمية التانية عشان انا عمالة اشتغل خايفة من النور لو يقطع. شغالة برضو في الكمية دي علشان ابتدي بس استغل الوقت عشان النور. وبعد هخلص بقى هنروح دلوقتي على بال ما بس اي حد من الولاد يصفي لي الباقي هنا، هنروح على الخطوه اللي بعد كده. والخطوه اللي بعد كده دي يا جماعه هي خطوه اختياريه، ما هياش خطوه اكيده، لان انت ممكن تحفظيه وهو في الحاله اللي احنا شايفينها دي كده. يعني انت ممكن قوي تحفظي ممكن تحفظي العصير الرمان وهو في الخطوه اللي انت شايفاها دي. خدوا بالكم يا جماعه من الحكايه دي، ممكن في الخطوه دي كده احفظه في العلب او في اكياس واشيله. بكمل برده هنا التصفيه، ما زلت برده انا عندي كميه لسه زي ما انا قايله لكم، انا جايبه كميه كبيره علشان هنستخدمها طبعا ايه كشرب حاليا، ونشيلها برده رمضان. وكل ما يبقى الموسم موجود استغلي الموسم واعملي. خلاص انا هاخد بقى الكميه اللي انا اشتغلت بيها دي عشان برده خايفين من النور، ونبتدي نشتغل عليها دلوقتي مؤقتا، وبعدين نبقى نكمل براحتنا. هصفي بقى انا كده هنا، هسند دي على البوله هنا، ونروح نشتغل في الخطوه بتاعه الايه البوتاجاز دلوقتي. يلا بينا على هناك. الخطوه دي ان شاء الله خطوه اختياري زي ما انا قلت. ولعت النار كده وهنزل. خدوا بالكم ان انا بستخدم حله ستانلس عشان ما ينفعش تعملي حديد في المونيا. خدوا بالكم برده البوله هنا ستانلس. وانزل بيه كده هنا. قلنا الخطوه دي اختياري، بعد ما صفيته مره واثنين وثلاثه زي ما انتم شايفين كده. وابتدي انزل عليه بشويه سكر وابتدي اقلبه، بس ياخد له غلوه واحده كده عشان انا احتفظ بيه واشيله، مش هنشربه فريش دلوقتي. برده الكميه هنا هنزل بيها كده زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما اتصفت مره واثنين وثلاثه. وهروح دلوقتي هجيب لهم كميه من السكر، وابتدي احط كميه سكر واقلب، مجرد بس ان هو ايه يعني. بصوا يا جماعه، يقلب معايا مره او اتنين وخلاص. بصوا هتقلبي بس تقليبه كده عشان انت ايه عايزه تحفظي، لان انت لو مش عايزه تحفظي مش مشكله خالص، هتشربوه دلوقتي يبقى خلاص. يبقى احنا قلنا ايه عشان نركز، واحنا بنقول مركزات عصاير. هروح دلوقتي اجيب كميه من السكر واجيلك علشان ابتدي ايه احطه واسيبه يغلي كده مع بعض ويشتغل كده سوا سوا مع بعض. وبعدين لما يستهدى ابتدي ايه احطه بقى يا اما في اكياس او احطه في الايه في قلب العلب اللي هشيلها في الفريزر. هروح اجيب السكر واجي هنزل بقى كده عليه بشويه سكر كمان تانيين زي ما انا قلت اهو، علشان احنا كده كده طبعا لما تيجي تشتغلي هتعملي ايه، لما تيجي تشتغلي هتشوفي وتيجي تشربيه هتستخدميه، هتعوزي سكر هتحطي، مفيش مشكله خالص. بس انا هنا بقول ان انا عايزه احفظه بسكره، مش هنحط اي حاجه تانية خالص. المكونين اللي احنا حاطيناهم زي ما قلنا بنجر ومعاه الرمان بس كده، مفيش اي مشكله عندي خالص تاني. لما بقى تبتدي تغلي عشان انت هتحفظي، كل ما يظهر عندي كريم بصي بالشكل ده وبيطلع ريم كده، تبداي ان انت تشيليه كده اهو. وطبعا انت مش هتخليه يتقل قوي، بس انت ايه هتحسي بيه وانت شغاله اهو. كل ما يبقى في عندك كده ريم هتبداي ان انت ايه تجمعيه كده، وبعدين يغلي منك تمام، هيغلي. وبعد ما يغلي تبداي بقى ايه تحفظي بقى مركزات الايه الرمان دي مع البنجر، تحفظيها في الفريزر وتبقى كده عصير حاجه ممتازه زي ما انت شايفه كده اهو. هنخليه بقى كده يغلي بقى شويه زي ما احنا قلنا، وبعد كده نبقى نيجي نوريه لكم بدل ما نضيع ايه، احنا طولنا عليكم قوي كده في الفيديو. بس شوفي اهم حاجه بصي اهو، كل ما يظهر ريم تشيلي كده زي ما
ما انتم شايفين كده انا خلصت حاجتي. هبتدي اجيب بقى العلب بتاعتي واعمل زي ما انا قلنا، احنا الخطوه دي اختياريه خالص يا جماعه، اللي عايز يغليه يغليه، اللي مش عايز يغليه ما يغليهوش. وبتحطيه هنا كده، تبدا ايه احطه في علب زي ما انتم شايفين كده. و طبعا انت ممكن تعمليه تقيل زي ما انت عايزه، اي قوام انت عايزاه، يعني خفيف تقيل براحتك خالص. وابتدي بقى ان انا ايه احطهم كده عشان احفظه في الفريزر، وتبداي تطلعي زي ما انت عايزه منه. عايزه تحطيهم في اكياس مفيش مشكله خالص، بتحطي في اكياس. احنا هنشوف بس الكميه بتاعتنا دي هتقضي قد ايه النهارده. وطبعا احنا طول الشتاء بنجيب وبنعمل، علشان زي ما قلنا ايه دي حاجه جميله. هخلص بقى الباقي كده وهجيلك ونشوف ادانا قد ايه، كام علبه. هخلصهم وهوريهم لك دلوقتي كلهم. ادي الكميه، هي ادتني الكميه اللي انتوا شايفينها دي، وانا عندي برضو كميه تانية لسه هروح اخلص واشتغل فيها. بس طبعا انا عشان قبل ما النور يقطع زي ما انتوا شايفين كده، انا هستنى عليه لما يبرد خالص، وابتدي بقى ان انا ايه اروح احفظه في الفريزر. بصوا القوام اهو، شايفه اللون هيفضل بنفس اللون ده، ما تخافيش ولا يغمق ولا يجرى له اي حاجه، ولا تحطي بقى عليه اي اضافات تانية. خلصنا شغلنا زي ما انتوا شايفين كده احنا النهارده الحمد لله. وعملت لي الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انا كنت جايبه حوالي 4 كيلو او 5 كيلو. وطبعا كل اللي طلع هنا بقيه العصير ده مش هرميه، طبعا هنعمل وصفه برضو تانية منه ان شاء الله في فيديو قادم. وادي بقى القوام اهو اللي احنا شايفينه زي ما انا قلت. هروح احفظه في التلاجة في الفريزر. الخطوه بتاعت الغليه يا جماعه دي احنا قلنا خطوه اختياري للناس اللي بتحب ان هي تحفظه خارج الفريزر، تحطه في ازايز وتحفظه في التلاجة مش في الفريزر. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ويكون الخطوه والفكره بتاعت صناعه مركزات من الرمان وحطينا عليها كميه من البنجر تكون وصلت، ويكون احنا استفدنا، وتكونوا يعني قصدي استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، ونعمل حاجه مفيده نعينها لرمضان. ان خلاص يا دوبك الوقت، يا دوبك استغلي الوقت اللي باقي. يا ريت يكون الفيديو عجبكم النهارده. بتمنى منك ومنك لو انتي اول مره تشوفي قناتي وعجبك الفيديو، متنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك مني كل حاجه بقدمها جديده. وما تنساش الاشتراك في القناه. والقاكم ان شاء الله على خير، وفي افكار جديده اخرى وحاجات مفيده للبيت. باي باي، مع السلامه يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. باي باي، سلام.